السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فضلا وليس أمرا. يا ريت لو تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة. شروط أداء مناسك عمرة رمضان 2023: تتزايد أعداد المصريين الذين يرغبون في أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان من كل عام، وهذا العام بعد أن أعلنت الحكومة على شروط عمرة شهر رمضان للعام الهجري 1444. 1. القيام بإحضار كافة المستندات والأوراق المطلوبة والتي يجب إثبات صحتها عبر توثيقها. 2. إحضار صورة من بطاقة الهوية أو بطاقة إثبات الشخصية الخاصة بالمعتمر على أن تكون سارية المفعول. 3. إحضار شهادة صحية خاصة بالفرد المعتمر. 5. صورة من جواز السفر موثق من جهة الجوازات للدولة التابع لها. 5. يمكن حاليا إصدار تصريح دخول الحرمين الشريفين للأطفال الأصغر من 7 سنوات، ولم يعد هناك حاجة إلى تقديم شهادة صحية خاصة باختبار PCR الخاصة بالكشف عن الإصابة بالوباء المستجد، لكن يتم وضع مبلغ تأميني للحصول على العلاج المناسب في حالة الإصابة بالوباء المستجد كوفيد 19. كما لم يتم الإلزام بدخول الحجر الصحي أو تطبيق أي إجراءات تباعد داخل الحرم. لابد من الحصول على تصريح أداء العمرة أولا من خلال إحدى التطبيقات الرسمية مثل تطبيق اعتمرنا السعودي الذي قد تم تحويله إلى تطبيق آخر وهو تطبيق نسك السعودي. أن يكون عمر المعتمر يتراوح من بين 18 إلى 70 عاما. كما أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق تطبيق جديد وهو تطبيق نسك من أجل حجز تصاريح الحج والعمرة، ويمكن حجز عمرة رمضان من خلال تطبيق نسك واتباع الخطوات الآتية: تثبيت تطبيق نسك على الهاتف في الجوال سواء آيفون من متجر جوجل بلاي أو من خلال متجر أبل ستور. الدخول إلى خدمة حجز الحج والعمرة على الجوال: اختيار خدمة حجز العمرة، الاطلاع